تخيل إن شخص جسمه ضئيل ورفيع جدا عقله ومنهجه هما اللي هيحكموا نص الكرة الأرضية لقرون. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: إن ساقيه أثقل في الميزان من جبل أحد. تعالوا نعرف ليه. عبد الله بن مسعود كان سادس ستة في الإسلام. بدأ حياته كراعي غنم بسيط، لكنه كان يمتلك أمانة وذكاء لفتوا نظر النبي، فبقى صاحب رسول الله وخادمه وصاحب سواكه ونعليه، وأقرب الناس لسمته وهديه صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. رغم ضعف جسمه كان أول من جهر بالقرآن في مكة قدام صناديد قريش. شجاعته دي هي اللي خلته يقف قدام أي فكرة غلط ويصححها بمنهج علمي رصين. ابن مسعود ما كانش بس حافظ للقرآن بصوت يهز القلوب، ده كان من نبلاء الفقهاء والمقرئين. لما راح الكوفة أسس مدرسة فقهية قائمة على الرأي والقياس، يعني استخدام العقل لاستنباط الأحكام في المسائل الجديدة اللي ما فيهاش نص صريح. تخيل إن المذهب الحنفي العظيم اللي بيتبعه ملايين المسلمين النهاردة جذوره الأساسية طالعة من مدرسة ابن مسعود في الكوفة. هو اللي علم تلاميذه إزاي يفكروا مش بس يحفظوا. لولا منهج عبد الله بن مسعود في إعمال العقل والقياس كان يمكن الفقه الإسلامي ما يبقاش بالمرونة والاتساع اللي بنشوفه دلوقتي. هو اللي أثبت إن العظمة بالجوهر مش بالمظهر. وده كان بطلنا في الحلقة دي من سلسلة لولا هذا الشخص. تحب الحلقة الجاية تكون عن مين من عمالقة حضارتنا المنسيين؟ قولي في التعليقات، وما تنساش تدعمنا بشير وسبسكرايب علشان نكمل الرحلة.